هما ازاي نقلوا تمثال الملك رمسيس الثاني من ميدان رمسيس للمتحف المصري الكبير؟ يا اخي انت ممكن ما يبقاش عاجبك مكان المكتب بتاعك فتنقله الناحيه الثانيه في الاوضه، او ان الحاجه ما يعجبهاش مكان الثلاجه او الانتريه فتيجي تقول لك والنبي يا ابني تعالى ننقلهم الناحيه الثانيه. عادي، حاجات ينفع تتنقل. انما تخيل انهم نقلوا تمثال وزنه اكتر من 83 طن وطوله 11 متر. تعالوا نعرف قصه تمثال الملك رمسيس الثاني واللي هيكون في استقبالك في المتحف المصري الكبير. سنه 1820 لقوا تمثال الملك رمسيس الثاني في قريه 100 رهينه في البدرشين في الجيزه، ولكن لقوه متكسر 6 قطع. رمموه وخلوه قطعه واحده وفضل في مكانه لغايه 1954. وفي سنه 1954 وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر قرروا انهم هينقلوا التمثال من قريه 100 رهينه لميدان رمسيس. كان اسم الميدان ده وقتها ميدان باب الحديد، واتغير اسمه لميدان رمسيس بعد ما جدي رمسيس شرف هناك، وفضل اسمه ميدان رمسيس لغايه يومنا ده. ولكن بسبب ان الحكومه كانت خايفه على التمثال من الاهتزازات او التلوث اللي بتعمله القطارات، قرروا انهم هينقلوه من مكانه. وطبعا عمليه نقل تمثال بالوزن ده وبالاهميه دي ما كانتش حاجه سهله خالص. دول كتير اوروبيه ومنهم المانيا اقترحوا انهم يكسروا التمثال عشان يعرفوا ينقلوه، وكمان ده كان راي امريكا. وبعد دراسه كل المشاريع المقدمه من كل الدول، مصر قالت لهم بس اركنوا انتوا كلكم كده بقى على جنب، التمثال تمثالنا والبلد بلدنا، احنا هنلم الليله دي كلها. لغايه ما الدكتور احمد حسين الله يرحمه واللي كان عمود من عمدان كليه الهندسه في جامعه عين شمس قدم مشروعه وقال انا ولا هكسر ولا هخربش التمثال ده خربوش واحد، انا هنقل التمثال ده واقف وهحول نقل التمثال لموكب ملكي. الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ الدول الاوروبيه قالت وقتها ايه يا عم ده مستحيل يحصل، ازاي عايزين تنقلوا تمثال بالوزن ده وبالطول ده وهو واقف من غير ما يتكسر؟ يا عم انتوا ايه اللي دخلكم؟ مش قلنا مالكمش دعوه؟ مش قلنا لكم احنا اللي هنلم الليله دي؟ وبالفعل في 2006 بداوا في التنفيذ، ولكن قبلها عملوا تمثال بنفس الحجم ده علشان يجربوا عليه، وبالفعل نجحوا في نقل التمثال التقليد ده وهو واقف. والتمثال التقليد ده موجود دلوقتي في المنصوره. بس خلينا نقول انهم قبل ما يعملوا محاكاه لنقل التمثال بتمثال تقليد قعدوا فتره كبيره جدا يجهزوا في معدات النقل، عملوا اجهزه ومعدات دقيقه جدا عشان يقدروا ينقلوا التمثال ويقدر يتحرك يمين وشمال وهو ماشي في الطريق من غير ما يقع. الموضوع كان تحدي كبير، واخيرا بداوا في نقل التمثال. الدول الاوروبيه كانت بتتحدى الدكتور احمد حسين وقتها لدرجه انهم قطعوا اسمه في موكب نقل التمثال، لكن هو وقتها كان واثق جدا من نفسه ان مفيش اي حاجه هتحصل للتمثال ده وهو ماشي. نقلوه على عربيه ضخمه بنظام هيدروليكي خاص عشان يضمنوا ثباته اثناء الرحله. عايز اقول لك انه كان حدث عالمي وقتها، وكل وسائل الاعلام من جميع انحاء العالم كانت متابعه مراسم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني. المصريين كلهم وقتها كانوا سهرانين الليل كله علشان يطمنوا على جدهم رمسيس الثاني وهو ماشي في الموكب. اتعمل للملك رمسيس الثاني موكب وسط احفاده بعد وفاته ب 3200 سنه، واتنقل التمثال بسلام وحطوه في المتحف